لا 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 مفيش حاجة. ماشي. بصراحة كنت عايز أتكلم معاك. أيوة عندي مشكلة. طيب يا سيدي، أنا سامعك. كل حاجة ماشية ضدي، كل حاجة ماشية عكس. بسعى ومفيش نتيجة، بشتغل ومفيش نتيجة. محدش شايف اللي أنا شفته، محدش حاسس بيه. مم. وبعدين حاسس إني مهما عملت برضو الناس شايفاني وحش. طبيعي. هو إيه اللي طبيعي يا خالد؟ أنت بتهزر. عايزني أقول لك إيه يعني؟ أقول لك وقف؟ أقول لك بطل تحلم؟ أقول لك وقف عشان خايف من الناس ومن كلامهم؟ هو ده الكلام اللي قلت لك من الأول. قلت لك الطريق مش سهل، هتلاقي مشاكل، هتلاقي ناس ضدك، هتلاقي الظروف مش في صالحك. بس انا قلت لك انا واثق فيك ساعتها، وقلت لك انت قدها. مش نظرة الناس ليك يا عبيط هي اللي هتقيمك. انت عارف انت مين. مش كل الناس هتحبك، وانت برضه مش كل الناس هتعجبك. بس في نقطة صغيرة قوي لازم تعرفها. الناس اللي بتحبك بجد هي اللي هتبقى معاك في أصعب المواقف. كل واحد بيعمل بأصله، فاهم؟ لو فضلت تدور على نظرة الناس ليك هتتعب. بص من الآخر، كمل، مش عشان تثبت للناس إنك ناجح. كمل علشان الناس اللي عايزين يشوفوك فاشل. وبالنسبة يا سيدي للنجاح، فالنجاح جاي، والنتيجة كده كده جاية، ووقتك جاي. مفيش مفر، طالما ربنا عالم النية وعارف انت عايز ايه. هتخاف من ايه بقى؟ ولو بقيت يا سيدي رجل أعمال أو نجحت ما تنساناش بس. تعالى بقى اتفرج معايا على الفيلم ده، حلو أوي هيفيدك. يلا بينا، كنت محتاج الكلام ده والله. شكرا يا خالد، بما إن في فيلم كويس وهيفيدني فيلا. لو فضلت عايش تدور على نظرة الناس ليك هتتعب بجد. كمل، مش عشان تثبت للناس انك ناجح، كمل علشان الناس اللي عايزين يشوفوك فاشل. هتلاقي واحد بيقولك انت مش هتنجح، واحد تاني بيضحك على حلمك، والتاني بيقولك انت فاكر نفسك مين عشان تبقى كذا. بس السؤال الحقيقي هو انت ليه مدي ودنك للناس؟ الناس مش هتسكت، الناس دايما هتتكلم. لو فشلت هيقولوا انت فاشل، لو نجحت هيغيروا، لو سكت هيقولوا انت خواف، لو اتكلمت هيقولوا انك مغرور. يعني مهما عملت هيفضل في كلام. فيبقى الأحسن انك تختار تعمل اللي انت مقتنع بيه وتكمل في طريقك. هتلاقي الواحد بيمر بضغط نفسي بسبب كلام الناس. عارف لما تحاول تعمل حاجة بتحبها وتلاقي الناس حوالين منك بيحبطوك، تحس انك لوحدك وانك غلط. بس الحقيقة انهم مش جواك، ولا هم عارفين ان انت عايز توصل لايه. مش عايشين اللي انت عايشه. انت الوحيد اللي حاسس بوجعك، بتعبك، بحلمك، بسهرك. ومحدش من اللي بينتقدك هيجي يعيش مكانك لو فشلت. صح ولا ايه؟ طيب ليه الناس بتتكلم؟ هما 3 اسباب. واحد، الغيرة. في ناس بتشوفك بتحاول بتغير، فده بيفكرهم بفشلهم فيحبطوك عشان تفشل زيهم، عشان تريح ضميرهم يعني. 2، الخوف. ممكن يكونوا بيحبوك فعلا بس خايفين عليك تفشل فيشدوك لورا من غير ما يقصدوا. 3، الفراغ. في ناس ما عندهاش حاجة تعملها غير انها تراقبك وتحكم عليك. بس يحكموا عليك بايه؟ بالظاهر. هما مش شايفين التعب، هما بيحكموا عليك بالظاهر. فزي ما تقول كده في ناس اكل عيشهم كلام بس. ازاي تتعامل مع كلام الناس؟ واحد، فلتر الكلام. مش كل كلام تاخده على محمل الجد او تاخده على صدرك. في كلام هدفه تدميرك، وفي كلام ممكن يفيدك لو كان نية صاحبه صافية. اختار انت هتسمع لمين. 2، اثبت ليهم بالفعل. مفيش رد اقوى من انك تنجح ده بجد، مش بالكلام، ده فعل. اثبت لنفسك قبل ما تثبت ليهم. اثبت لنفسك قبل ما تثبت ليهم. 3، قلل من احتكاكك بالناس السلبية. مش لازم تقطعهم خالص وما تكلمهمش، بس خليك عارف حدودك. طاقة الإنسان محدودة، فما تضيعهاش على ناس ما تستاهلش. أي راجل ناجح اتقال عليه كلام. أي راجل ناجح اتقال عليه كلام. زي محمد صلاح مثلا، قال عليه مش هينجح في أوروبا، وما شاء الله دلوقتي مكسر في الدنيا هناك. إديسون قال عليه فاشل. ستيف اتطرد من شركته اللي هو أسسها أصلا، بس كل واحد فيهم كمل، ما كبرش دماغه
وما قالش انا خلاص فشلت وخلاص انا عامل ايه تاني، عامل ايه اكتر من اللي انا عملته. 5. القوة الحقيقية في التجاهل. لازم تتجاهل شوية. القوة مش انك ترد، القوة انك تكمل من غير ما تتأثر. القوة انك تبص في المراية وتقول انا كفاية وهكمل. حتى لو الكوكب كله ضدي، ساعتها ربنا هيسندك وهيعوضك وهيوريك انك كنت ماشي صح. بس المهم ما تبطلش تمشي. في النهاية كمل، حتى لو الناس كلها قالت لك انت مش هتنفع مش هتنجح. كمل، وهيجي اليوم اللي هيندموا فيه انهم شككوا فيه. تخليش كلام الناس وضغوطات الحياة ترجعك ورا.